بسم الله توكلت على الله. معاكم نشوة من مطبخ لمة صحاب فود. ان شاء الله النهارده اعمل لك العيش السوري او عيش الشاورما بطريقه سهله جدا، مكوناته سهله وبسيطه قوي. هتقدري تعمليها بمنتهى السهوله. بصي ما شاء الله العيش شفاف معايا كويس جدا. حلو قوي، طري جدا ما شاء الله عليه. يمكن انا عملت اول واحده، طبعا هي اول طاسه بتكون مش مظبوطه، بعد كده بيظبط معاكي. هقولك بقى مقاديرك. هنا معايا 4 كوبايات دقيق، عليهم معلقه ملح صغيره، ومعايا هنا كوبايتين ميه. بصي انا مش هستخدمهم كلهم طبعا. كوبايتين ميه دافيه. هبدأ ان انا اعجن، بنزل تدريجي كده بالميه. تمام. هو انا احتجت كوباية وربع مية، انا زودت المية شوية. ف فانا هضطر ان انا ازود دقيق بعد ما اعجنها تاني على الرخامة. عجنتها كويس جدا ونزلتها على الرخامة، بدأت افرد فيها. عجن على الاقل 10 دقايق عجن عشان العجينة تبقى مرتاحة معاكي. جبت الطبق اللي انا كنت بعجن فيه، رشيته رشة زيت، سبته يرتاح بالظبط 10 دقايق. وهنجيب الميزان. عندي هنا انا عايزة كل كورة 52 جرام كل كورة، عشان يبقى العيش متساوي كله قد بعضه. ما عندكيش ميزان، انتي ممكن يعني بايدك كده تشوفي تقيمي الكور اللي انتي هتعمليها. تمام. بدأت ان انا اكور الكور، اوزنهم الاول، بعد كده اكورهم على طبق مدهون زيت. هبدأ ان انا الم العجينة كويس. ما شاء الله العجينة مرتاحة كويس جدا معايا وبتمط معايا. حلوة قوي، فيها عرق حلو جدا. هبدأ ان انا اكور كل العجينة بتاعتي او كل العيش بتاعي. هخليه بنفس المقدار بتاعي بالظبط، يزيد مثلا يعني حاجة بسيطة قوي، 52 او 53 مفيش اي مشكلة. جبت الكور بتاعتي، رشيتها رشة زيت، وبكيس بلاستيك انا غطيتها بفوطة. هبدأ ان انا اشتغل فيها بعد 10 دقايق برضو. هفرد السطح بتاعي، هبدأ افرد الرخامة بتاعتي دقيق. بصي بجيب الرغيف بتاعي بأديله بس فردة صغيرة كده. تمام. هفرده اهي فردة صغيرة، وهركن على جنب. انا هخلي 3 فوق بعض. بصي انا بقيسهم لك اهو، بشوفهم هم قد بعض في الفرد ولا لأ. ممكن تعملي 3، ممكن تعملي 2، ممكن تعملي 4 فوق بعض، مفيش أي مشكلة خالص. على حسب ما انتي تقدري ان انتي تفكي العيش معاكي. جبت هنا 4 معالق زيت يكونوا مغليين كويس جدا، ونزلت عليهم ب3 معالق دقيق. بصي حسيت مثلا ان هو لسه سايب، نزلت بمعلقة تالتة، سوري معلقة رابعة. هبدأ ان انا اجيب بقى العيش بتاعي. هدهن كل طبقة هدهن كل طبقة كده من الخليط اللي انا عملته، الدقيق والزيت، واحط كل رغيف على التاني. وفي اخر طبقة انا مش هدهنه زيت. تمام. حطيت ال3 فوق بعض اهو. في التالت من فوق هحط دقيق، رشة دقيق من فوق ومن تحت، وهبدأ افرد. ما شاء الله العيش رائع معايا، بيتفرد حلو جدا، ارتاح معايا كويس جدا. اهو بصي ما شاء الله العيش بيتفرد معاكي ازاي، مفيش اي مشكله. الزيت هو والدقيق بيخليه يتفرد بسهوله. عندي صينيه قلبتها على وشها، لازم تكون سخنه جدا 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 على البوتاجاز عشان اقدر ان انا افك العيش بتاعه. تمام. بصي الصينيه كانت بتتزحلق مني وكانت خطر، خدوا بالكم جدا لان هي خطر فعلا قوي. بتبداي تلفي العيش معاكي. بصي بسم الله ما شاء الله بدأ يقب معاكي ازاي، ما شاء الله تحفة. النتيجة حلوة قوي قوي ورائعة جدا. بصي ما تزعليش، اول رغيف هيبقى معاكي مش مظبوط، ما تزعليش خالص، كملي. ادي انا بدأت اكمل معاكي. ما شاء الله ما شاء الله حلو قوي، حلو قوي وريحته جميلة. بمكونين فقط، بدقيق وملح فقط لا غير. بصي بدأت ان انا افكه ازاي، بيتفك بمنتهى السهولة. ابدأي بس انتي قلبي على طول، ايدك تكون، واهم ايدك تكون في العيش على طول. بصي ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، العيش ممتاز، حلو قوي. هبدأ ان انا اجيب تاني. بصي بوريكي برضو تاني. هبدأ ان انا اجيب الكور بتاعتي، العيش الصغير بتاعي، افرده. ادي بيتفرد سهل قوي، ممكن تبططيه بايدك مفيش اي مشكله، تفرديه بايدك مفيش اي مشكله خالص.
ادي العيش معايا اهو، ببدأ ان انا افرده كله قد بعضه وهدهن، وبعد كده احط التاني وادهن، وهاجي عند الرغيف التالت طبعا مش هدهنه من فوق، هبدأ ان انا ارش عليه رشة دقيق وافرد العيش بتاعي. بصي ما شاء الله، حتى لو فردته بايدي بيتفرد بمنتهى السهولة. حلو قوي، لان انا سبت العجينة ترتاح شوية 10 دقايق. ما شاء الله ما فيهاش خميرة خالص. بصي شغالة معايا حلو ازاي. هبدأ ان انا اجيبها تاني برضو على الصينية بالراحة جدا. خدي بالك لان البخار ده بشع وحش جدا، لسعته وحشة قوي. فخدي بالك وانتي بتقلبي العيش، ما تقلبهوش بايدك، اقلبيه بسباتولا او معلقة خشب. بصي لفي بقى الاحرف بتاعته عشان تستوي، عشان تفك معاكي كويس جدا. بصي انا هوريكي الرغيف وانا بشيله. بصي ما شاء الله، روعة حلوة قوي. بصي بمنتهى السهولة اتقطع معاكي، مفيش اي مشكلة. هتستخدميه برضو، هتشغليه كويس جدا. هي الصينية بتاعتي انا كنت عايزاها اكبر شوية من الصينية دي، بس انا للأسف ما كانش عندي صينية اكبر من دي. ولازم تكون الصينية سخنة جدا عشان الصواني الألمونيا بتلزق فيها. بصي واحدة اهي فشلت مني، بس مفيش اي مشكلة، هستعملها برضو. دي واحدة بس، انا جربت ان انا اجرب لك واحدة بس برضو حلوة قوي، حلوة جدا. بس طبعا هتطلع يعني سميكة شوية، مش هتطلع شفافة زي اللي انا وريتها لك. بصي بعمل بقى اخر حاجة. ما شاء الله تحفة تحفة، والنتيجة رائعة. ولا اسهل ولا اسهل. ب4 كوبايات دقيق عملت ما شاء الله كمية حلوة قوي ما شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله تجربيها ان شاء الله وتعمليها احسن مني كتير. وقومي اعملي، جربي، مفيش اي مشكلة. فشلتي في اول واحدة هتنجحي في التانية ان شاء الله باذن الله. وما تنسيش بقى تعملي لايك وشير وتفعلي زر الجرس وتشتركي في القناة. وان شاء الله انتظريني في فيديو جديد ان شاء الله من لمة صحاب فود. باي باي.